السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو عملناه مع بعض. النهارده إن شاء الله جايين بفيديو جديد كده ويوم جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. ونبتدي بقى ونقوله بسم الله. إحنا النهارده إيه، نزلت كده رُحت جِبت شوية حاجات بصراحة، ومن ضمنهم بقى المخلل ده، لإن بقى لي فترة كبيرة أوي يامن عمّال يقول لي: "والنبي هاتي لي مخلل." بُصّوا هو في المخلل قصدي بتنجان يعني. فبُصّوا هو كان البتنجان ده كنت باجيبه له من عند الراجل كان بيبقى مقلي، فاهمين، وحاطط عليه خلطة يعني وكده. بس هو بيحب البتنجان ده أكتر، اللي هو إيه، البتنجان المخلل، إن أنا باحطه كده في مَيّة وملح باسلقه يعني. تمام كده وباشوفه كده لو طري والّا حاجة وأول ما بيطرى يعني شوية كده، بابتدي بقى إن أنا أطلّعه. تمام، وبعد كده بقى إيه، عندي طبعًا هريسة الشطة اللي هي تحفة أصلًا، يعني أنا عايزة أقول لكم إن أنتم طول ما أنتم عندكم هريسة الشطة دي هتعملوا بيها حاجات وأكلات كتير حلوة أوي، أوي، أوي بجد والله. المهم إن أنا إيه، كان عندي يعني الخلطة بتاعتها وكده، فوأنا لمّا نزلت جِبت بقدونس بقى وجِبت شوية حاجات كده كانت ناقصاني بصراحة في البيت. أهي هريسة الشطة دي، أنتم عارفين من إمتى هريسة الشطة دي عندي؟ بقى لها كتير، كتير جدًا، جدًا، جدًا. والله العظيم كنت جايبة كمية كبيرة. تمام، وضربتها كلّها مرّة واحدة وشِلتها بقى في الفريزر يعني وكده. بس جميلة، باحطها بقى مع الكبدة، مع صينية بطاطس، مع المكرونة. عملت بتنجان مخلِّل بقى. بس أنا دايمًا على طول باعمل البتنجان ده اللي هو المسلوق، يعني أعمله مخلِّل، ما باقليهوش. مش عارفة يعني أنا دُقت من عند الراجل اللي هو المقلي دوّة، هو حلو. بس لسه ما جرّبتهوش بصراحة، يعني أنا ناوية كده إن شاء الله إن أنا أجرّبه، بس هو كان يامن عايز اللي هو البتنجان المخلِّل ده. فالمهم بعد ما خلّصت كده الكمية بتاعتي، رُحت حاطة بقى إيه، طبعًا العلبة دي كنز بالنسبة لي أنتم فاهمين. كان فاضل حتّة هريسة الشطة كده يعني حاجة صغيّرة كده بسيطة. تمام، حطّيت عليها مَيّة. وحطّيت عليها ملح وليمونة. تمام، وقلّبتهم كده، لإن طبعًا بُصّوا المَيّة حمرا وجميلة إزاي بتبقى طبعًا تحفة. حطّيت كده أهو، وبعد كده حطّيتها بقى في التلاجة وسِبتها. دي كانت أول حاجة أنا عملتها يا بنات علشان خاطر إيه، أحطّه جنب الغدا. وعايزة أفاجئكم إن أنا بعد ما عملت كل دوّة نسيت أحط البتنجان. يعني إحنا اتغدينا ونسيت خالص، خالص إن أنا عاملة بتنجان أنا بقى البتنجان ده باحبه أوي مع الفلافل، مع الفول. كده في الأكل دوّة بقى الحاجات الجميلة دي. بعد كل دوّة وأقسم بالله حطيت الغدا وحضّرت وأكلنا وقُمنا، وبافتح التلاجة عشان أجيب إزازة مَيّة قُلت يا نهار أبيض! ده أنا عاملة بتنجان. شُفتوا بقى الكلام، شُفتوا؟ المهم بُصّوا لمّا باجي أطلّع اللحمة يا بنات باعملها على يومين، يعني الأكل ده اليوم ده وتاني يوم، فاهمين إزاي؟ كده قطّعت بقى حتّة اللحمة اللي عندي كان خلاص بقى ما فيش عندي لحمة تاني خلاص دي كانت آخر حتّة. تمام. قطّعتها ورُحت سلقاها كده وقُلت بقى إيه، المرّة دي بقى أنا على طول كنت باعمل بامية. تمام، فقُلت لأ المرّة دي أنا هاعمل بزلة يعني وبصراحة ما كانش عندي بامية، كان عندي لوبيا وعندي بزلة، فقُلت لأ هاعمل بقى بزلة كده ويعني عشان كان نِفْسي في البزلة، والبزلة دي أنا كنت مفرّزاها في رمضان معاكم. تمام، ما فاضل عندي كيسين خلاص، ده يعني أنا عملت كيس فاضل كده دلوقتي كيس. بس، فسلقت بقى اللحمة ونضّفت بقى من الريم اللي بيطلع كده من بتاع عشان الشوربة تبقى نضيفة كده وحلوة. بعد كده ابتديت بقى إن أنا أعمل البزلة. تمام، حطيت بقى حتّة بصلة كده بحتّة سمنة. تمام، وتبّلتها بس مش تحميرة فاهمين. بس وحطيت كيس الصلصة والله يا بنات عايزة أجيب صلصة، الصلصة خلصت والطماطم رخصت. يعني أنا كنت شايفاها وأنا جاية ب5 جنيه، بس أنا عندي الهاند بلندر بتاعي باظ. وده كان بيساعدني بصراحة. طبعًا لمّا أنتِ تعملي كمية من الصلصة وتيجي تضربيها في الخلاط بتهلكني، فاهمين إزاي؟ فلمّا بتعملي بقى بالهاند بلندر كده هي بيها بنفسها كده في الحلة بتضربي كده خلاص وبتخشي تسبّكيها وخلاص وخلصنا على كده. فبصراحة يعني مش عارفة أعمل إيه. والهاند بلندر بتاعي بايظ وبيقول لِك لأ ما لهوش قطع غيار مش عارفة والله، مش عارفة يا بنات والله أعمل إيه. المهم يعني. بس. سبِّكت بقى الطماطم كده ورُحت بقى إيه، هي كانت متسبِّكة يعني يا دوبك حطيت بس حبّة ملح وفلفل أسود، سِبتها تغلي يعني غلوتين كده ورُحت حاطة بقى البسلة وحطيت كوباية مَيّة.
بس وسِبتها بقى تستوي مع نفسها كده عقبال ما اللحمة تستوي، لإن أنا باحب أحُط اللحمة في الطبيخ يعني. عامةً عملت بقى بتاع دوّة، ب بالبامية، عملت بالبسلة، أي حاجة اللي أنا باللوبيا، يعني أي حاجة باحُط اللحمة فيها، فاهمين إزاي؟ بس رُحت عملت بقى هنا كده، قُلت له بعد ما عملت قال لي: "لأ، أنا عايز ملوخية." قُلت له: "خلاص ماشي." طلّعت كيس ملوخية بقى كده، ورُحت عملتها برضه، أخدت حبّة شوربة وحطيت بقى كده الملوخية عليها، وحطيت الطشة بتاعتي، بس باحط حتّة سمنة وحتّة توم وكزبرة. يعني أنا باشوف في ناس بتعمل الكزبرة دي في الآخر لمّا التومة بتتحمّر، مش عارفة يعني، أنا باحس إنها كده أحلى. مش عارفة يعني، أنا بالنسبة لي إن أنا باحط كلّه مع بعضه وياخد له كده تشويحة، ويعني إيه تتحمّر كده بسيط، وبعد كده باقلبها بقى في الإيه، في الملوخية، ودي أحلى حاجة بتطلّع ريحة ملوخية تحفة أقسم بالله، بتبقى ريحتها والطعم طبعًا في حتّة تانية. بس خلاص كده ضبّطت بقى الملوخية. بُص، هي دي الحركة دي بتبقى أحلى حاجة بصراحة في الملوخية، بتعمل لها طعم جميل. بس هنا بقى رُحت عملت بقى إيه، عملت الرُز. طبعًا أنا بنحب أوي يعني الرُز بالشعرية، فحمّرت كده حتّة حبّة شعرية. والله عندي كيس واحد بس شعرية، يعني عايزة أنزل والله أجيب شوية حاجات برضه للبيت، لإن في حاجات كتيرة أوي خلصت، يعني البيت بيفضى، فاهماني إزاي؟ فأنا عايزة أنزل كده أجيب شوية حاجات، ولو الهاند بلندر بتاعي ما اتصلّحش، هابتدي بقى إن أنا إيه، يعني أجيب الطماطم على قدّي، فاهمين إزاي؟ يعني لمّا أحتاج هابقى أعمل وأضرب طماطم وخلاص، ما قدّاميش حل غير كده. بصراحة غير الهلكة اللي أنا باهلكها دي، فأنا ما باقدرش ولا باستحملها بصراحة. بس حمّرت بقى كده ال المكرونة، ورُحت حاطة بقى المَيّة، وحطيت الرز أهو والملح. بس خلّصت كده، وأنا زعلت أوي إن أنا أكلت الأكلة دي من غير المخلل اللي أنا عاملاه. أنتم عارفين يا بنات والله العظيم، قُلت أول حاجة هاعملها، هاعمل البتنجان مش عشان حاجة، علشان خاطر أنا عايزة البتنجان يشرب كده من التتبيلة بتاعته، فاهمين إزاي؟ فعقبال ما أنا آخُد من البتنجان يكون الدنيا بقى إيه، اتضبّطت يعني، ويكون طعمه كويس، طعمه حلو. هو لمّا بيقعد في التتبيلة دي بتبقى إيه، بيخلّي طعمها كويس. المهم يعني ما علينا، أدينا بنحضّر بقى وخلاص. طبعًا هنا أحمد بقى يعني بييجي متأخّر، فباضطر إن أنا أتغدى أنا والعيال، فاهمين إزاي؟ كل ده طبعًا يعني رجع تلات أرباعه. كل اللي أنا حضّرته ده تلات أرباعه رجع. والربع بقى أحمد اتغدى بيه، والباقي بقى إيه، يعني لتاني يوم إن شاء الله نتغدى بيه. أحلى حاجة في الدنيا كلّها، في الدنيا كلّها لمّا تعملي بقى إيه، أكل يقعد معاكِ اليومين. دي بتبقى أسعد، أسعد، أسعد أيام حياتنا، ده حرفيًا. والله العظيم بجد. المهم هنا عملت صينية لحمة كده جميلة جدًا، عملتها بالبصل والطماطم والفلفل، تمام. شوّحت كده البصلة بحتة سمنة، وبعد كده اتدبّلت، رُحت حاطة بقى الطماطم والفلفل، وأخدت لها تشويحة كده، وبعد كده طلّعت اللحمة من الشوربة، حطيتها فيها وزقّيتها في الفرن. يعني أنا قسمت اللحمة بتاعتي على 2، حبّة عملتهم بالبصلة، والتانية حطيتهم في البازلاء. بس خلّصت بقى الأكل. كان الأكل يعني كان المواعين بتاعتي عبارة عن أطباق بس. طبعًا المعالق والكوبايات أنا غسلتها، كل ده أنا بانزّل منّه يعني يعني عشان يبقى نضيف كده، ما اطلعش وأنا باغسل المواعين إيه، تكون يعني الأطباق مش نضيفة وكده، يعني باشطفها كده شطفة كويسة، وبعد كده إيه، أغسلها يعني علشان يعني إيه، ما بتبقاش شكلها حلو في الفيديو لمّا يطلع كده المواعين مش نضيفة يعني، فاهمين إزاي؟ بس. فأنا بانضّف المواعين كلّها، وأنا بانضّف بقى خدت المعالق بالكوبايات، فاهمين إزاي؟ بس أمّا حِلَل بقى والكلام ده، كل ده كان لسه في أكل طبعًا ما يعني، واتبقى طبعًا زي ما قُلت لكم كده لتاني يوم، فإيه، فما كانش عندي حِلَل بقى وكده. ادعوا لي والنبي ادعوا لي أجيب غسالة أطباق، بجد نِفْسي أجيب غسالة أطباق. يعني بعد يعني بدال الهيصة دي كلّها كنت أخدتهم حطيتهم في غسالة الأطباق وخلاص. فالحمد لله، الحمد لله. ادعوا لي بقى، ادعوا لي، ادعوا لي كتير. عارفين، والله العظيم لمّا كنت باعمل يعني لمّا كنت باغسل التلاجة والغسالة التلاجة قصدي والdeep freezer وكده، في القناة التانية بقى مش في القناة ديّة.
ما كان الحاجة اللي أنا كنت اللي أنا باورّيها لكم دي ما كانتش عندي أصلًا. دي حاجات أنا لسه جايباها، وكنت أقعد كل ما أنزّل فيديو أقول له إيه، أقول يا رب والنبي يعني إيه أجيب الأجهزة اللي أنا عايزاها، يا رب أجيب التلاجة اللي أنا عايزاها، يا رب أجيب الdeep freezer اللي أنا عايزاه. بجد والله العظيم كنت أقعد أقول لكم يعني إيه، بس في القناة التانية بقى، أقعد أقول لكم والنبي ادعوا لي، ادعوا لي ربنا يكرمني إن شاء الله وأجيب الحاجة اللي أنا نِفْسي فيها، لحد ما ربنا كرم وجات فجأة كده والله العظيم فرج من عند ربنا وراح يعني غيّرت الأجهزة بتاعتي وكان البوتاجاز بتاعي 4 عين وصغير والفرن بتاعه بايظ، وكانت حالتي ما يعلم بها إلا ربنا يعني، الdeep freezer بيعمل تلج وكان صغير 3 أدراج بس وكنت باخده في الحمام يعني عشان يفُك، وكانت الحالة صعبة أوي. فالحمد لله رب العالمين يعني ربنا كرمني الحمد لله وبعد صبر طويل جِبت الحاجة دي بعد 13 سَنة. بعد ما جِبتها بقى الحمد لله تمام، لقيت ناس ما عندهاش دم، فعلًا حرفيًا ما عندهاش دم، كل دي حاجات عندِك، كل دي بتجيبي كل ده عندِك، أنتم ما تعرفوش أنا كنت عايشة في إيه وبقيت في إيه، ما تعرفوش أنا صبرت على إيه، ما تعرفوش ربنا واخد مني إيه عشان يدّيني إيه، بجد في ناس حرفيًا بتبقى مريضة، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، والله العظيم بجد. آآ أي حاجة أنا باجيبها في البيت والّا أي حاجة أنتِ يعني بتبُصّوا عليها في البيت، بجد أنا جِبتها بعد عناء كبير قد كده، والله العظيم أنا يعني في ناس من أول جوازهم كده وكانوا جايبين الأجهزة بتاعتهم كلّها كاملة متكاملة وجايبين الحاجة يعني أحسن حاجة وأحسن نوع ومضبّطين دنيتهم والدنيا زي الفل، وأنا ما كنتش جايبة أي حاجة خالص، خالص، والشقة اللي أنا قاعدة فيها دي مش هي دي الشقة اللي أنا اتجوّزت فيها، أنا كنت قاعدة في أوضتين وصالة، فاهمين إزاي؟ فيعني بس الحمد لله الواحد بيحمد ربنا على كل شيء، وطول ما هو صابر وبيحمد ربنا، وعمره ما بيبُص لحد، والله العظيم ربنا بيكرمه. بس في حرفيًا ناس مريضة بتبُص لِك بتقول لِك كل ده حاجات عندِك، كل ده مش عارفة إيه، كل ده إيه؟ أنتم ما تعرفوش أنا جِبت الحاجات دي بعد قد إيه، ما تعرفوش الدنيا عندي كانت عاملة إزاي، ما تعرفوش أنا عليّا ديون قد إيه، ما تعرفوش أنا جِبت الحاجة دي قسط والّا جِبتها إيه. يعني بجد والله العظيم ناس بتستكتر عليكِ العيشة وهُم ما يعرفوش أصلًا في إيه، في إيه في دنيتِك. يعني أكيد يا جماعة إحنا مش هنطلع يعني أكيد هاخد أحسن لقطة في حياتي وهادّيها لكم. ما أكيد مش هاطلع يعني وأنا باتعارك والّا وأنا عليّا ديون والّا وأنا حاجات كتير أوي كده، بالله عليكم تهدّوا كده ويعني وتوحّدوا الله يعني، تحمدوا ربنا على اللي ربنا عطاه لكم. كده الفيديو بتاعي خلص، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.